اسباب نقص زيت الفرامل. لو زيت الفرامل بتاع عربيتك بينقص كل شويه ومش عارف ايه السبب، ففي الفيديو ده هقول لك الاسباب والحلول وهل ده طبيعي ولا في مشكله. فعشان بقى نحط النقط على الحروف، ففي 6 اسباب تخلي زيت الفرامل ينقص. فخليك معايا لاخر الفيديو شوف انت عندك كام سبب من الاسباب اللي انا هقولها. واول سبب بقى هو مصدر الفرامل. وهنا انت اول حاجه هتعملها هتراجع على مصدر الفرامل وتشوف في ترشيح زيت من المواسير اللي طالع منها ولا لا، وبرده تبص كويس على المكان اللي بين السيرفو والمصدر في ترشيح زيت ولا لا. لو لقيت ترشيح زيت من اي مكان فيهم يبقى لازم تروح لفني يراجع لك عليه. وتاني سبب هو ليه علاقه بالاي بي اس. فلو انت عندك اي بي اس فلازم تراجع المواسير اللي داخله وخارجه منه. لو لاحظت ان في ترشيح زيت جاي من اي ماسوره فيهم اعرف ان المشكله هنا ولازم تروح لفني يراجع لك على المواسير اللي خارجه من الاي بي اس. وثالث سبب هو كليبر الفرامل. وقبل ما اقول لك عنه فاتمنى انك تعمل اشتراك في القناه عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه، وكمان تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس والكل منه يستفيد. المهم بقى ان كليبر الفرامل اللي قدام واللي ورا لازم تراجع عليهم كويس جدا من الداخل والخارج، وتشوف هل في اثار او ترشيح زيت عليهم ولا لا. وطبعا لو لقيت زيت عليهم يبقى هتروح على طول للفني يكشف عليهم. وبرضه تتاكد كويس انك تبص على كليبر الفرامل من الداخل وتبص على بستم الفرامل، ممكن يكون محتاج تظبيط، لان لو في مشكله غالبا هتبقى حصلت بسبب انك بتسيب التيل الفرامل يتاكل، فيبدا البستم يضغط على تيل الفرامل وده هيخلي البستم يخرج من مكانه، فهيحصل ترشيح لزيت الفرامل. وهنا برضه هتلاقي ترشيح زيت حوالين كاوتش العربيه من جوه. فنصيحتي ليك هنا بقى تغير تيل الفرامل في ميعاده عشان تتجنب المشكله دي. ورابع سبب هو خراطيم الفرامل. وهنا لازم تراجع عليها اول باول هل فيها قطع او تسريب ولا لا. لو لقيت مشكله فيهم لازم تغيرهم، ولو محتاجين يتغيروا فنصيحتي ليك انك تجيب جوده عاليه جدا وما تفكرش تسترخص فيهم. خامس سبب بقى هو مواسير الفرامل. ومواسير الفرامل بتبقى رايحه على الموتور، وتبص عليهم بعينك وتتاكد ان مفيش تسريب زيت طالع منهم. وبرده تشوف المواسير اللي تحت العربيه وتتاكد ان مفيش تسريب جاي من اي ماسوره فيهم. ولو لقيت تسريب واضح على الارض لازم الفني يغير الماسوره اللي بتجيب زيت. وسادس واخر سبب هو ماستر الدبرياج. وماستر الدبرياج ده موجود في العربيات المانوال، وماستر الدبرياج فيه من العلو والسفلي، فهتراجع عليهم. ولو لقيت فيه مشكله في واحده فيهم الاحسن تغير الاثنين مع بعض عشان يبقى نفس القوه ونفس الضغط، عشان ما يبقاش فيهم واحد اضعف من الثاني. وفي بعض الناس بتعمل طقم اصلاح وساعات كتير مش بينجح بسبب ضعف جوده الخامات. وبرده لازم تراجع على الماسوره اللي طالعه من الماستر العلوي ورايحه على الماستر السفلي هل فيها مشكله ولا لا. لو فيها مشكله لازم تخلي الفني يعملها. وبس كده، سلام.